السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنراجع مع بعض على الوحدة الأولى في منهج الصف الأول الابتدائي، المنهج الجديد. هنراجع من كتاب المعاصر. أول جزء في المراجعة بيقول لي sentence building، يعني هيتكلم عن بناء الجملة. أول حاجة عشان تقدم نفسك للآخرين، دي القاعدة الأولى اللي هنشتغل عليها. فبقول في الأول إيه؟ أول حاجة بقول hello I am، وبعدين أقول اسمي. يعني مثلا أنا اسمي إسراء، أقول hello I am إسراء. أو ممكن بطريقة تانية أقول hello my name is إسراء. دي طريقة تانية. مديني ترتيب تحت. رقم 1، أول حاجة هنقول hello. بقول I am هنا، أنا أكون هنا. hello I am هنا، يبقى I بتاخد am. I بتاخد من verb to be، من فعل يكون am. تاني حاجة البنت بتقول hello I am أميرة. تالت حاجة البنت بتقول التالتة hello my name is تقى. يعني هنا الطريقة التانية في تقديم النفس my name is، وبعد كده بقول الاسم. القاعدة التانية اللي احنا هنراجعها هي ازاي ادي تعليمات، ادي اوامر. احنا اتفقنا مع بعض ان انا عشان امر حد بحاجة بامره بفعل، والفعل بيكون في اول الجملة وبيكون في المصدر. يعني اقول مثلا open 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 your book، يعني افتح كتابك. او ممكن اقولك افتحي شنطتك، مثلا اقولك open your bag. يبقى نتفق مع بعض كده، اي فعل امر عايزه امرك بيه بجيبه في اول الكلام، ما بيكونش فيه اي اضافات ولا اس ولا اي ان جي ولا اي اضافه، وبجيبه في اول الكلام. ولما تلاقي اول الجمله بتاعتي فعل، اعرف على طول ان دي هي الجمله الامريه. الجمله الامريه يبقى اول ما تلاقي فعل في اول الجمله اعرف على طول ان دي الجمله الامريه. وخدنا جملتين open your book وعندنا open your bag. هنا بيراجع معايا الجمل اللي احنا خدناها في الجريتنجز اللي هي التحيات. اول حاجة البنت بتقول hello my name is هنا. الجملة التانية لما بشوف حد لأول مرة بقوله nice to meet you، سعيد بلقائك. الجملة التالتة لما باجي اسيب حد واقوله مع السلامة هقوله goodbye، واقوله اسمه goodbye هنا مثلا. نيجي بقى في الجزء اللي ليه علاقة بالكلاس روم اوبجكتس، يعني الحاجات اللي ليها علاقة بالفصل، الحاجات اللي في الفصل مثلا. لازم نعرف ان غير العاقل بياخد its، اللي هي it is. its دي اختصار it is. وممكن استخدم this is للمفرد القريب، يعني هذا او هذه للمفرد القريب، يعني this is. اول حاجة كلمة book عايزة اقول هذا كتابي، this is my book. تاني حاجة لما اجي اقول هذا مثلا قلم الرصاص اقول this is my pencil. this is my pencil. يبقى الحاجة القريبة مني المفرد يبقى لازم تبقى قريبة مني، ومفرد هديها this is. ممكن هتعامل بجملة تانية وهي ان الشيء ده يبقى غير عاقل فاسبقه ب it's. it's a bag، انها شنطة. it's a bag. يعني حاجة واحدة، يعني one، يعني مفرد. طب عايزة اقول هذا مثلا مكتب، it's a desk. تالت حاجة عندي السبورة، عايزة اقول هذه سبورة، this is a board. عايزة اقول هذا كرسي chair، this is a chair. عايزة اقول هذه ترابيزة، this is a table. يبقى this is يعني هذا او هذه للمفرد القريب، هذا او هذه للمفرد القريب this is. دي طريقة عشان اعمل بيها جملة. يبقى انا اتعلمت طريقة اعمل بيها جملة اللي هي this is. لازم الحاجة تبقى مفرد وقريبة مني، يعني تكون حاجة واحدة بس وقريبة مني. في طريقة تانية لما الاقي شيء غير عاقل مفرد لازم يكون مفرد واحد بس. لما الاقي حاجة غير عاقل مفرد اسبقها ب its، زي ما قلنا it's a desk، it's a bag، it's a chair مثلا. اي حاجة من الحاجات اللي هي غير عاقل وتكون مفرد حاجة واحدة بس. يبقى انا كده خدت طريقتين اعمل بيهم جملة.
هنا مديني اكمل الناقص. اول حاجه احنا خدنا what's your name، قلنا دي اختصار what is، بس what's دي اختصار، فنقول what is your name. الجمله التانية I بتاخد ايه؟ I بتاخد am، احفظها. I بتاخد am على بعضها I am، فاقول I am عمر، انا اكون عمر. الجملتين اللي تحت اللي هي المفروض نرتبهم، احنا خدنا this is a table، this is بعدين نحط a يعني حاجة واحدة، a table هذه ترابيزة. رقم 2 my name is مايا، my name is وبعد كده أحط الاسم اللي أنا عايزاه. هنا مع بعض هنختار الكلمة الناقصة. أول حاجة رقم 1 بيقول إيه I am أمير، يبقى هو طالما بيقول I am أمير يبقى هو بيعرف نفسه، وإحنا اتفقنا أنا بعرف نفسي بقول في الأول hello. تاني حاجة عايزة أقولك افتحي شنطتك، هقولك open your bag، open your bag. رقم 3 I with my friends، with احفظها كده يعني مع أو بي، بس هنا جاية بمعنى مع. with مع مين؟ my friends اللي هم أصدقائي. بعمل إيه مع أصدقائي؟ I play with my friends، I play with my friends، أنا بلعب مع أصدقائي. رقم 4 اتفقنا what is your name، what is your name. كده نكون راجعنا على الوحدة الأولى، وإن شاء الله المرة الجاية هنتقابل في شرح الوحدة التانية. لو عندك أي سؤال سيبه في الكومنتات وهرد عليه في أقرب وقت إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.